احنا اسوأ جيل جه على البلد. احنا اسوأ جيل عدى على مصر. جيل سوء سمعة البلد بره وجوه. بتكلم عن الفيديو اللي قدامك ده. سواق توك توك عشان خاطر 10 جنيه ضرب مسنة، تعدى على مسنة عشان خاطر 10 جنيه. زمان البلطجي كان عنده مبدأ ان لو اطفال معديين او ناس معديين معهم اطفال ما كانش يبلطج عليهم، ما كانش يثبتهم بالمصطلح بتاعهم. ليه؟ عشان في اطفال وحريم. البلطجي زمان كان بيثبت الذكر اللي زيه، الراجل اللي زيه. عرف يحمي نفسه، عرف ما عرفش اهو اتقلب. كانت البلطجة مبدأ. كان في حتى يقول لك الجملة المشهورة: الصياعة أدب. لكن ان احنا نوصل للدرجة دي فيلا على الجيل السلام كده خلاص. الشعب ده بتكلم علينا محتاج تأهيل، إعادة تأهيل، إعادة سلوك. يعني إيه يعتدي على مسنة عشان خاطر 10 جنيه؟ يعني إيه اللي إحنا وصلنا له؟ ووصلنا لكده ليه؟ وإيه الحل؟ منظر صعب. نازل عليها بالضرب، ما عملش احترام لسنها لأنها سيدة. وطبعا في فيديو تاني لشاب بيتحرش بفتاة، ولما ما رضيتش قام نزل عليها بالضرب والناس واقفة. طبعا انا ما رضيتش اعرضه لان اللي فيه صعب جدا، بس ده انا ما قدرتش اسكت لانها سيدة كبيرة. ما انت بتوصل بالليفل للوحش، ليفل الانحلال، ليفل الانحطاط، ليفل البلطجة بتوصل بيها للوحش. يا جماعة النوع اللي زي كده في منه كتير، والاحداث اللي زي كده كتير، بس هنا الكاميرا صورت. يعني الكاميرا صورت وفضحتنا، بينت اوحش ما فينا، بينت فعلا ان احنا اصعب جيل ممكن يعدي في البشرية كلها. سوقنا سمعة البلد بقى شكلنا وحش لما واحد زي ده يضرب سيدة كبيرة مسنة عشان خاطر 10 جنيه. يبقى اقول على الجيل ده يا رحمن يا رحيم.